السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابع قناة مجنون حلاقة، أهلا بيكم. فيديو النهاردة عن مكنة مش جديدة قوي، أنا اللي اتأخرت في إني أعمل الفيديو عنها. مكنة تنعيم تستاهل إن إحنا نعمل عليها فيديو. فيديو النهاردة باختصار عن المكنة دي، VGR 337. شغل كويس جدا في التنعيم، مكونات حلوة، ماتيريال عالي. قبل ما نفتح المنتج نشوف العلبة بتقول لنا إيه. المكنه اسمها VGR زي ما قلت لك 337، وده شكلها الخارجي. المكنه بتشحن في ساعه ونص وبتديني شغل متواصل 90 دقيقه، يعني برضه ساعه ونص. نفتح بقى العلبه نشوف المكنه من جوه شكلها ايه. ده شكل المكنه بتاعتنا، الشكل الفرعوني يعرفك على طول ان الماتيريال بتاعها معدن 100%. تشغيل المكنه بيبقى من هنا، من زرار الباور بتدوس عليه دوسه طويله لان فيها لوك عشان تقفل. تمام، اشتغلت كده معانا. بتقدر تتحكم في السرعات بتاعتها من خلال مفتاحين، السالب والموجب. بتضغط على السالب، بالضغط على السالب بيجيب لك اقل سرعه فيها. اقل سرعه فيها هي 6000 تردد في الدقيقه الواحده. بتعلي طبعا من الموجب، بيرفع معايا لحد 7500. نفس سرعه وقوه المكنه الكيمل 2026، الاختلاف هنا بس في البودي بتاعها والماتيريال. في ظهر المكنه بلاقي قطعه للزيرو. القطعه دي علشان لو الدقن طويله شويه زي دقني كده مثلا، ارفع القطعه الزيرو دي لفوق وبعدين تشغل المكنه. هنا بتقدر تشيل زيرو خالص وبعد كده تبدا تنعم. والزيرو كمان تنفع ان انت لو هتحدد بيها السوالف، او الناس اللي بتعمل دوجلاس ولا حاجه بتحدد بيها وبعد كده برضو بتنعم حواليها. الشفرات بتاعتها، الشبكات الخارجيه كويسه جدا، وبيجي كمان معاها وش اضافي. ده مع المكنه نفسها هتلاقيه داخل العلبه، وكمان متوفر الشبكات الخارجيه ليها. طبعا الشبكات دي مع الوقت ممكن تتقطع، يجرى لها حاجه، وهقول لك على اللي تحافظ بيه على الشبكات دي عشان ما تتلفش منك بسرعه. اهم حاجه في مكنه التنعيم انك ما تحلقش الدقن وهي طويله. يعني انا دقن وهي طويله كده ما ينفعش اخدها بالتنعيم على طول. هتمشي معايا لكن هتتعب وشي وهتتعب المكنه نفسها. فالافضل ان انا استخدمها بديل للموس خلال مثلا يومين او 3 بالكتير. كل يومين او 3 ايام بالكتير قوي اشتغل بمكنه التنعيم، هتظبط معايا الدنيا. هحافظ على بشرتي وكمان هحافظ على المكنه. والناس اللي بشرتهم ملتهبه شويتين، عندي ليك حل بسيط قوي مش مكلف خالص، لكنه هيحافظ على بشرتك. سواء استخدمت مكنه زيرو بتتعب من المكنه الزيرو او حتى المكنه التنعيم، هات بودره التلج. بودره التلج معروفه طبعا بتاعت الاطفال دي، وحطها على بشرتك. او لو بتشيل شعرك خالص بالتنعيم او بالزيرو، حطها على البشره او على الدماغ. اشتغل بمكنه التنعيم، هتقلل معاك خالص نسب الالتهابات او الجروح نهائيا. المكنه بيجي معاها وصله الشحن دي طبعا USB، بتشتغل عادي على اي راس شاحن زي ما شرحنا كتير في فيديوهات سابقه. طريقه تنظيف المكنه سهله جدا، بتضغط على زرارين في الجنب فبيطلع معايا. بتقدر ان انت تستخدمه تحت الميه عادي لو هتنظف الجزء ده تحت الميه. والمكنه بالمناسبه بتشتغل رطب وجاف، يعني ينفع تشتغل وشعر الدقن نفسه رطب، لكن الافضل بلاش، خليها جاف. جرب الرطب ظبطت معاك تمام مفيش مشكله، لكن المكنه شغاله معانا ده وده. وينفع كمان تشتغل معانا كورد وكوردلس، ينفع تشتغل وهي مشحونه، ينفع لو فضيت شحن اوصل الشاحن واكمل بيها حلقه عادي. والتركيب بتاعها سهل جدا، زي ما خلعتها بتركبها، تشغل المكنه تشتغل معاك. وده صوتها. السرعات اللي موجوده في المكنه فايدتها ايه؟ فايدتها ان انا لو بحلق بسرعه هشتغل على اعلى حاجه، لو ايدي بطيئه وشغال براحتي خالص هشتغل على اقل سرعه موتور. كل ما عليت كل ما سحب من نسبه الشحن اكتر. طبعا معاها الفرشه والمزيته، لكن مكنه التنعيم جزء التنعيم ما بيتزيتش. معلومه قلتها كتير لكن بقولها النهارده للناس اللي ما سمعتش قبل كده. جزء التنعيم ده ما تحطش عليه زيت نهائي. لو زيت جزء التنعيم هتيجي تحلق بيها هتحس ان وشك مشحم، فبلاش. الزيت جاي لايه؟ جاي علشان القطعه الزيرو اللي في ظهر المكنه فقط. ده كان الريفيو بتاعنا عن مكنه التنعيم 377. مكنه تستحق نعمل عليها فيديو، تستاهل انك تشتريها. موجود عندنا طبعا في سنتر مجنون حلاقه. هسيب لك العنوان ورقم التليفون تحت الفيديو. تحياتي ليكم، تصبحوا على الف خير. سلام.